في الفيديو ده يا صديقي شرح الدرس الأول من الدروس الستة اللي اتعلمها روبرت كيوساكي من أبوه الغني، وبسببها روبرت كيوساكي بقى من أغنى الأغنياء. شرح الجزء الثاني من كتاب الأب الغني والأب الفقير للكاتب روبرت كيوساكي في هذا الفيديو. بدينا يا صديقي في الحلقة السابقة شرح كتاب الأب الغني والأب الفقير، وذكرنا بداية الكاتب روبرت كيوساكي وبداية رحلة التعلم عن المال، وقرر إنه ما يمشي على خطط والده الموظف اللي هو الحاصل على شهادة الدكتوراه وعقلية الموظفين، وقرر إنه يتعلم من والد صديقه مايك اللي هو الأب الغني المقصود في الكتاب. وبدأ الأب الغني يعلم روبرت ومايك عن طريق التجربة، شغلهم عنده بمقابل بسيط ب10 سنتات في الساعة، وخلاهم يتجرؤوا مرارة العمل من أجل الحصول على المال بدون ما يدوم أي درس مباشر أو يتكلم معاهم. وقرر إنه يترك الأمل أو يدي زيادة في الراتب. فبدأ الأب الغني يشرح لروبرت الدرس الأول. الدرس الأول يا صديقي هو جملة. الجملة دي يا صديقي ممكن تغير تفكيرك. الأثرياء لا يعملون من أجل المال، الأثرياء المال هو يعمل من أجلهم. الجملة دي يا صديقي تتقسم إلى 2. الأثرياء لا يعملون من أجل المال بمعنى إنه الأثرياء أغليتهم مبنية على إنهم ما يتقاضوا راتب مقابل عملهم، وما يداوموا يوميا 8 ساعات أو 10 ساعات مقابل الراتب. أما الجملة الثانية يا صديقي هي الأثرياء المال هو يعمل من أجلهم، بمعنى إنه الأثرياء عندهم شركات وعندهم عقارات وعندهم مشاريع وملكيات فكرية زي الكتب اللي بتتباع، مثلا زي كتاب الأب الغني والأب الفقير. الكتاب يا صديقي من سنة 1997 يطلع قروش لروبرت كيوساكي، تطلع لهم أموال بدون ما يداوموا في وظيفة أو راتب. بعد ما أدى الأب الغني روبرت الدرس الأول الأثرياء لا يعملون من أجل المال، المال هو يعمل من أجلهم، سأل روبرت كيف كان شعورك وأنت منتظرني خارج المكتب؟ مرة عشان نشغلك عندي ومرة عشان تطلب زيادة في الراتب. فرد روبرت فقال له كان شعور كان سيء. فرد الأب الغني فقال له كيف كان شعورك فأنت تاخذ 30 سنتي مقابل 3 ساعات؟ فرد روبرت فقال له كان شايفها قليلة وما بتكفي. فرد الأب الغني فقال له فهذا هو الشعور اللي بيشعروا به أغلب الموظفين في كل مرة يستلموا فيها الراتب، بيشوفوها قروش بسيطة وما بتكفي احتياجاتهم، وبالذات عليهم ديون وعليهم ضرائب، وعلى الأقل أنت بتاخذ نسبة 100% لنفسك، وأنت عمرك 9 سنوات اتذوقت الطعم من أجل الحصول على المال. لو استمريت بنفس العقلية لحد عمرك حتى 50 سنة أو 60 سنة تكون زي أغلب الناس. فرد الأب الغني فقال له يا روبرت هذا تتعلم لسه؟ فرد روبرت فقال له أيوة. فرد وقال له تشتغل عندي بدون مقابل وبدون راتب. وطبعا روبرت هنا انصدم لأنه كان جاي يطلب زيادة في الراتب ولقى نفسه مضطر إنه يتعلم بدون راتب. بدأ يا صديقي روبرت كيوساكي ومايك الأمل إن والدهم الغني بدون مقابل. بعد 3 أسابيع جاء الأب الغني لروبرت كيوساكي ومايك في مكان الأمل يديهم بعد الدروس من أجل الحصول على المال. وقال الأب الغني إذا ما استوعبتوا جملة الأثرياء لا يعملون من أجل المال تكون نهايتكم زي أغلب الناس، يشتغلوا 8 ساعات و10 ساعات لمدة سنة كاملة، ينقطعوا بحاجة اسمها الأمان الوظيفي. وطبعا يا صديقي الوظيفة هي ما حاجة عيب ولا حاجة كأبة، أكيد بعد تقرأ وتتخرج أكيد بتتوظف، لكن الرسالة دار وصيل الأب الغني هي إنه الوظيفة ما الدخل الآمن اللي بتعتمد عليه، لأنه بين يوم وليلة يكون الأمر مختلف. والحاجة يا صديقي الدار وصيل الأب الغني إذا كنت موظف أو بتبحث عن وظيفة عشان تجيب منها قروش، بمجرد ما تحصل على وظيفة أبدأ فكر في مشاريع خليها تعمل من أجلك، أبدأ فكر خلي المال يعمل من أجلك بدل ما أنت تعمل من أجل المال. ودي الرسالة يا صديقي بالضبط الدار وصيل الأب الغني. فسأل الأب الغني روبرت ومايك قال لهم ها كيف الأمل بدون مقابل؟ فقالوا له تمام. فبدأ الأب الغني يقري روبرت وابنه مايك بقروش، فقال لهم راكم شنو نديكم 25 سنتي في الساعة؟ فيقول روبرت فقلنا لا. فقال الأب الغني معقول 25 سنتي ما أغرتكم؟ يقول روبرت فقلنا لا ما أغرتنا. قال لهم خلاص بدل 25 سنتي بديكم $1 في الساعة. فيقول روبرت كيوساكي قلبي بدأ يدق، فقلنا لا. فقال لهم خلاص بلاش $1 في الساعة نديكم $5 في الساعة. فيقول روبرت كيوساكي $5 في الساعة كان ناس بالغين ما قاعدين ياخذوها، لو أخذنا $5 في الساعة بنكون أغنى طفلين في العالم، لكن قلنا لا لأنه روبرت كيوساكي عارف في فخ. فقال الأب الغني ممتاز جدا أعجبتوني. وهنا يا صديقي بدأ الأب الغني يدوم الدرس الأول. فقال الأب الغني يا صديقي كل الناس في العالم تبغى تحصل على القروش بواسطة عاطفتين. العاطفة الأولى هي عاطفة الخوف،
والعاطفة الثانية عاطفة الرغبة. نخاف يكون ما عندنا قروش ونموت جو، لأنه عندنا أسر وعندنا التزامات. والعاطفة الثانية يا صديقي هي عاطفة الرغبة. أي واحد فينا عنده رغبات كثيرة، داير يشتري عربية، داير يشتري بيت، داير يشتري تلفون، داير يشتري ملابس، رغبات كثيرة. لازم يكون عندنا قروش. وده نمط أغلب الناس حياتهم بتتحكم فيها الخوف والرغبة. والوظيفة هي أفضل وسيلة لإشباع الغريزتين. أديه وظيفة فتشبع غريزة الخوف عنده، وبعدها أعرض عليه مزيد من المال عشان تشبع غريزة الرغبة عنده. تلقاه يستمر في الدوام للأبد. وأغلب الناس عايشين على ردود الأفعال ما على التفكير. يحسوا بالخوف ويجتهدوا على إنهم يلاقوا وظيفة، وبعد ما يلقوا وظيفة الخوف يكون موجود، لأنه يكون خايفين إنهم يفقدوا الوظيفة، ويكون مستمرين في الأمل من أجل المال. وده الشرك اللي لازم تتجنبه عزيزي المشاهد. يقول الأب الغني كثير من الناس يقولوا القروش ما بتهمهم، لكن تلقاهم شغالين 8 ساعات و10 ساعات. يقول روبرت فأنا بسمع في كلام والدي الغني فذكرت كلام أبي الفقير. يقول أنا ما شغال عشان المال، أنا شغال عشان بحب شغلي. فرجع الأب الغني يا صديقي مايك وروبرت وقال لهم خلاص تشتغلوا بدون مقابل، لأنه شغلكم بدون مقابل بخلوكم تفكروا، تلقوا طريقة كيف من خلالها تحصلوا على المال، طريقة تجيب لكم مال أكثر من اللي كنت بديكم له. تشوفوا أشياء موجودة قدامكم الناس كلها ما قادرة تشوفها، لأنه ماشيين بوراء ما يسمى بالأمان الوظيفي. فبدأوا يا صديقي أسبوعين شغالين بدون مقابل. في يوم من الأيام روبرت ومايك فلموا السيدة مارتن المديرة تشيل كمية من المجلات تحطها في كرتون وترميها. يقول روبرت فسألناه فقلنا له وين مودي هذا المجلات؟ فقالت لنا أكيد أتلفها وأرميها، لأنه الموزع بيجي هسي ويسلمنا كمية تانية. يقول روبرت فانتظرنا لحد ما الموزع جاء، فسألناه فقلنا له هل ينفع نشيل هذا المجلات؟ فقالت لنا ما مشكلة شيلوها لكن بشرط ما تبيئوها. يقول روبرت فبدينا نفكر نبني مشروع من وراء هذا المجلات لكن من دون نبيئة. مشينا بين ناس مايك كان عندهم غرفة فاضية، ناس بيتهم ما محتاجين لها. يقول روبرت نظفناها ورتبناها وبدينا نعرض الكتب والمجلات فيها. افتتحنا مكتبة مجلات الأطفال، وأينا أخت مايك الصغيرة مسؤولة عن المكتبة، وعملنا دخول المكتبة ب10 سنتات، تدفع 10 سنتات تدخل تقرأ ما شئت. يقول روبرت فجاء كمية من أطفال الحي لنا في المكتبة عشان يدفعوا 10 سنتات ويقرأوا كمية من المجلات. يقول روبرت لو حبوا يشتروا الواحدة من برا الواحدة ب10 سنتات، لكن عندنا في المكتبة يدفعوا 10 سنتات يقروا 5 إلى 6 مجلة. يقول روبرت فبقينا ندخل أنا ومايك أي واحد يدخل $9 في الأسبوع، وندي أخت مايك $1 في الأسبوع. يقول روبرت مستمرين في الدوام مع أبو مايك بدون مقابل، وعندنا مال في المكتبة يعمل من أجلنا لحد ما توقف المشروع بسبب مشاجرة بين الأطفال، وأزعجوا أهل مايك واضطر أبو مايك يوقف المشروع. وأبو مايك كان مبسوط منهم لأنه شاف إنهم استفادوا وفيهم الدرس الأول، وعرفوا كيف يخلوا المال يعمل من أجلهم بدل ما هم يعملوا من أجل المال. يقول روبرت فالأب الغني بدل ما يدينا مال بشكل مباشر على شكل راتب، أدانا ما هو أهم، أدانا المعرفة. المعرفة من خلالها تحصل على المال وتخليه يعمل من أجلك بدل ما أنت تعمل من أجله. وكده يا صديقي ينتهي الجزء الثاني. لو شايف نفسك إنه استفدت من الفيديو ادينا لايك، اللايك بيساعد إنه الفيديو ينتشر لشريحة أكبر. ولو ما مشترك شرفنا باشتراكك في القناة عشان نصلك كل جديد. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة في أمان الله.